في قيادة الأسطول الجنوبي، حيث قام وفد من قادة التشكيلات والقطع البحرية المصرية المشاركة بزيارة منشآت القاعدة والتعرف على كل ما هو جديد فيها، وكذلك التعرف على الاستراتيجية المستقبلية في البحرية التركية. بدأت البيانات والأنشطة التخصصية للتدريب بقيام عدد من الوحدات البحرية المصرية والتركية بتأمين المسطح المائي لميناء، وكذلك الممرات الملاحية وخطوط السير ضد نشاط الضفادع البشرية ومخاطر العائمات المعدية. كما تم التدريب على تنفيذ الدفاع الجوي عن التشكيلات والوحدات المبحرة من الجانبين بمشاركة طائرات F-16، ونفذت خلاله القطع البحرية مختلف أنواع الدفاعات واستخدام الأسلحة المضادة للطائرات وأجهزة الإنذار والتتبع الراداري. الدفاع ضد خطر العائمات السريعة كان أحد الأنشطة التي شاركت إحدى الوحدات بتنفيذها خلال المناورة، حيث تعرضت إحدى سفن التشكيل لهجوم من عدد من العائمات السريعة، ونجحت العناصر المدربة في صد الهجوم بعد الاشتباك معها وإصابة عدد من اللانشات وهروب الآخرين. كما قامت مجموعات من الصاعقة البحرية من الجانبين المصري والتركي باعتراض إحدى السفن المشتبه بقيامها بأعمال غير قانونية بعد رصدها وتنفيذ إجراءات حق الزيارة والتفتيش للسفينة. ولدعم القدرات القتالية للوحدات والقطع البحرية خلال تنفيذها للمهام المتتالية، قامت إحدى القطع البحرية بالتزود بالوقود من قطعة أخرى أثناء الإبحار، والتي تعد من أعقد العمليات البحرية وأكثرها مهارة، حيث تتطلب الدقة أثناء الاقتراب بين الوحدتين خلال الإبحار مع الاحتفاظ بخط السير والسرعة بين السفن المشتركة تحت مختلف الظروف والأحوال الجومائية، حيث شهد هذا التدريب ظروفا جوية ومناخية غاية في التعقيد، مما زاد من صعوبة تنفيذه. قام تشكيل من الفرقاطات ولانشات الصواريخ باكتشاف وتتبع الأهداف المعادية بتنفيذ رمايات المدفعية سطح سطح منطقة المعنى والمدفوع للأهداف. كما قامت إحدى الوحدات البحرية المصرية تعاونها الطائرات المصرية والتركية بتنفيذ مهام البحث عن الغواصات البحرية المعادية واكتشافها والتعامل معها، حيث أقلعت طائرة هليكوبتر تراس SH-2G من سطح إحدى الفرقاطات لتحديد موقع الغواصة المكتشفة باستخدام السونار. وعقب انتهاء المهمة قامت الطائرة الهليكوبتر بالتزود بالوقود أثناء تعلقها في الجو دون الهبوط على سطح السفينة في عملية أظهرت الدقة والمهارة الفائقة من السفينة والهيل، حيث تتم عملية التمرين بالوقود أثناء إبحار السفينة. وفي نهاية المناورة أشاد الجانبان بالمستوى الراقي للقوات البحرية لكلا الدولتين اللتين تربطهما أواصر متينة من الصداقة والتعاون، مما يحقق الاستفادة المرجوة خلال مراحل التدريب المختلفة. وأكد الجانب التركي أن البحرية المصرية تتمتع بسمعة جيدة بين ناظرتها في العديد من دول العالم نظرا لتاريخها العريق، وقد ظهر هذا بوضوح خلال ما تم تنفيذه من أنشطة تدريبية خلال مراحل المناورة. تأتي هذه التدريبات في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو حديث في أساليب القتال البحري وما يتم تطويره من أسلحة ومعدات في هذا المجال، وتنمية قدرات العناصر المشاركة في تنفيذ مختلف المهام وصولا إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي العام. هو طبعا العلاقة بيننا وبين البحرية التركية علاقة صداقة، وبحر الصداقة بدأت من 3 سنين بالتبادل بين أماكن تنفيذها ما بين مصر وتركيا، وخلال هذه المناورة بيتم تبادل الخبرات في الاستخدام التكتيكي للوحدات واستخدام الأسلحة بين القوات البحرية التركية والقوات البحرية المصرية. القوات البحرية التركية قوات بحرية عريقة، والقوات البحرية المصرية قوات بحرية عريقة، والهدف من هذه التدريب المشترك هو تبادل الخبرات. ليس هناك هدف سياسي، ولكن الهدف ينحصر
هدف تدريبي في تبادل الخبرات ما بين ضباط القوات البحرية التركية وضباط القوات البحرية المصرية في الاستخدام التكتيكي للوحدات. احنا بنحرص على تنفيذ تدريبات مشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة في العالم لضمان تبادل الخبرات والوقوف على ما كله هو جديد وحديث في الاستخدام التكتيكي للوحدات البحرية. المناورة بتتم المرة دي بأكبر عدد من الوحدات البحرية المصرية تخرج خارج البلاد، وكم كبير من الضباط والصف وجنود من القوات البحرية المصرية مشتركة في هذه المناورة لأول مرة خارج البلاد بهذا الكم. فأنا الحقيقة بعبر عن سعادتي بتنفيذ هذه المناورة في هذا التوقيت بالذات، علشان يبقى فيه رسالة اطمئنان للشعب المصري العظيم أن القوات المسلحة رغم انشغالها بالداخل لكن قادرة على تأمينه من الخارج تماما. والمناورة دي بتعبر عن هذا المفهوم وهذا المعنى، ودي رسالة للعالم أن القوات البحرية المصرية والقوات المسلحة المصرية استعدادها القتالي عالي وجاهزيتها للقتال عالية، لكن ينحصر جاهزيتها في الدفاع عن مصر وسواحل مصر كقوات بحرية ضد أي عدائيات.